السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير يا رب. النهاردة من الازازة الصغيرة دي هنعمل 8 لتر من الدوني. يلا بينا على طول على الطريقة. بصوا بقى، هتجيبوا كده حاجة واسعة كبيرة تشيل معانا 8 لتر من المية، وهنفضي كل المحتويات بتاعة الازازة. هي ازازة صغيرة كده مكتوب عليها تقريبا هاي لوكس او حاجة زي كده. هنفضي كل المحتويات بتاعتها كده اهو. انا هنا كنت حطيت حبة مية جوه الازازة عشان كان في شوية مش راضيين ينزلوا، فحطيت حبة مية. فما تعملوش زيي، ما تحطوش مية عشان بيتقل خالص المحلول جوه الازازة. تمام. هننزل المية بالتدريج، يعني هننزل نص لتر نص لتر، هنحط نص لتر ونفضل نقلب. تمام. وبالتالي تاني نص لتر ونقلب، نص لتر ونقلب، يعني التقليب ما بين كل نص لتر حوالي كده دقيقة 40 ثانية كده، يعني في الحدود دي. ليه؟ عشان نعمل تفاعل بين المادة اللي احنا حطيناها اللي هي بتاعت اللي كانت في الازازة والمية. ياريت كمان لو عندك مضرب كده انتي مش محتاجاه، يعني ان انت تستخدميه في الاكل وكده، تستخدميه في المنظفات والحاجات دي. تمام. هنقلب كده كل المية دي مع الدوني، وهنزود المية بالتدريج زي ما قلت لكم. بعد ما خلاص نخلص هنسيبها لمدة ساعتين او 3 ساعات لحد ما تتقل كده اهو، ونعبيها في الجراكن زي ما انا بعمل كده. بصوا بقى، الجيركن اللي انتوا شايفينه ده جيركن الكلور اللي هو بيشيل 4 لتر. تمام. جيركن الكلور بيشيل 4 لتر من الكلور، لكن طبعا الكلور عشان خفيف فبيشيل منه 4 لتر. هنا انا جبته وعملت منه الدوني، عبى معايا الجيركنين دول، وعبى معايا كمان حاجتين تانيين، استنى هوريها لكم دلوقتي. المهم يعني الكمية بتاعة الدوني طلعت 8 لتر. عبت الجيركن 2 جيركن دول اللي هو بيشيل اصلا 4 لتر من الكلور، وعبت معايا الجيركن الصغنن ده بحوالي لتر كمان. تمام. وعبت كمان جيركن تاني برضك بيشيل لتر. فاحنا كده عندنا الدوني بقى 10 لتر مش 8 لتر اهو. ده كمان لتر تاني، ده بتاع غسالة الاطباق، بس انا الحاجات دي مش برميها عشان بستغلها زي يعني ايه منظمات وكده. بصوا يا بنات، الكمية دي كلها طلعت من الازازة اللي انتوا شفتوها، وهو بالظبط زي ريحة الدوني اللي بنشتريه جاهز. يلا بقى، باي باي، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.